عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كنت بفطر عند عمتي وكنا بنتكلم عن العادات الرمضانيه في البلاد. فالنهارده معايا بقى عم محمد من لبنان، بس هو بقى مصري، بقاله سنين هنا في مصر، فهيكلمنا النهارده عن العادات الرمضانيه في لبنان. عم محمد ازيك؟ أهلا عامل ايه؟ وسهلا، أهلا وسهلا، منورين. الله يخليك، ده نورك. حبيبة كل سنه وانت قلبي، طيب. حبيبة قلبي، و... وأنت طيب. وطبعا مصر منوره بيك، ومصر اخت لبنان، مفيش فرق ان انت اكنك قاعد في بلدك بالظبط. أكيد طبعا، بقالنا نحن عمر، وبعدين يعني زوجتي مصرية خلاص. قال له تمام. بلدك من فين يا جحا؟ اللي مراتي فيها. ماشي يا عم أيوه محمد، بقى أيوه. كلمتني كده ان في عادات رمضانيه عندكم في لبنان، فحبيت بقى اعرف جمهوري بقى ومتابعيني على اليوتيوب العادات الرمضانيه في لبنان. مساء الخير وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب. إن شاء الله مصر ولبنان يبقوا بخير، يا رب. ويبقوا كده النهضة تزيد والناس تنبسط ان شاء الله إن باذن شاء الله. الله، ان ويعيشوا شاء الله. مرتاحين. يا رب. يعني تقريبا مع وجودي بمصر فترة طويلة، تمام. العادات تقريبا متشابهة. متشابهه. يعني ما فيش فيه فرق كتير. يعني أول يوم يعني الإفطار عادي، لما بيأذن الأذان المغرب مم. الناس تتوضأ، بتاخد تكسر صيامها صيامها. بالأول. مم. بيكونوا حاطين عصير، تمر، كذا، كل واحد على حسب مزاجه. زي اجواءنا في مصر. نفس الطريقة تقريبا، تمام. بيكسر صيامه، بيروح بيصلي المغرب، مم. وبعدين بتكون السفرة جاهزة؟ جاهزة. هم هم هم. وبعد الهم هم. يعني بيقعد نتسامر. في ناس بتحب تشرب حاجة سخنة، شاي مثلا. في ناس بتشرب القهوة، في ناس بتأرجل. بتأرجل. أهم شيء حلوة أهم بتأرجل. شيء عندنا في أهم لبنان شيء في لبنان الأرجلة. الأرجيلة، الستات والرجال أيوه. بيحبوا يأرجلوا. مم. مم. ف وفي ناس مم. يعني بقى بيروحوا مثلا بيستنوا صلاة العشاء. أجواء دينية. أجواء دينية، بحبوا الأجواء الدينية، بيروحوا يصلوا العشاء وبعدين التراويح. مم. واللي بيحب يكمل مع أصحابه، يسهر برا، يقعد مع أصحابه، واللي يروح بيتوتي. بيتوتة. بيتوتي بيروح على البيت، بيقعد مع عائلته. بيقعدوا شوي يسهروا مع بعض، إذا في مسلسل، إذا في بيشوفوه مع بعض، وبعدين بيناموا، بيحضروا نفسهم للسحور. يعني تقريبا متشابه. متشابهين. آه. تمام. طيب بالنسبة للأكلات، في أكلات معينة بقى بتاكلوها في رمضان؟ لا والله، هو المشهور عنا أكتر شيء برمضان الفتوش. الفتوش، كلمنا بقى. التبولي والفتوش. طبعا الفتوش هو مشهور أكتر. التبولي بتاكل بأي وقت. تمام. يعني برمضان حلو الفتوش دي. تمام. الفتوش حلو برمضان. هو المميز بيبقى. وبعدين الأكلات العادية، يعني اللحمة والفراخ يعني والدجاج، يعني عادات رمضان متشابهة الدجاج. يعني. عادي طبيعي. مم. وطبعا ما في إسراف. مم. يعني بين الناس ما فيش إسراف بالأكل، مشان الأكل ما يترمي. دي أحسن حاجة والله. محافظة على النعمة. ما في إسراف كتير بالأكل. لكن لما بكون في عزومة، لا، هذا بتنفتح البوفيه بيتفتح بقى. ما لذة وطاب. ايوه بالظبط. طيب بالنسبه للزينه والانوار والملي الشوارع كده بالاجواء الرمضانيه، ده الشوارع موجود هناك برضو؟ موجود. الشوارع التجارية مم. كلها تحط أنوار على أشجار. والزينه. أنت رحتي، إذا بتروحي شارع الحمراء ولا الأسواق التانية، سوق الروشي، مم. سوق مرياس، وكذا الأسواق هيدي بتلاقيها الزينة ايوه. وحتى الشجر بيتزين. بيملوه كله أنوار. مم. بتبقى مناظر حلوة فعلا. بالبيوت كمان بحطوا الزينه. فانوس رمضان. صارت كمان عادي. وبحطوا الأنوار الفلاشر دي. فلاشر، حلو فلاشر. طب والسحور بقى واجواء الخروج اما نحن حكينا عن الخروج، انه في ناس بتحب تسهر برا.
بتحب تسهر بره في اماكن تسهر معينه بتسهروا اماكن، فيها لا يعني بالسحور؟ في مطاعم بتعمل بروجرامات، مم. يعني بيجيبوا مطرب او فرق موسيقيه اغاني شرقيه القديمه، اه. لأم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، مم. فايزة، يعني يعني بيقعدوا في بيسمعوا المطاعم طبعا مع الألجيري. مع الأرجيلة. أهم حاجة يا جماعة اوعوا تنسوها. الأرجيلي مهم. ف تبقى أجواء حلوة يعني مع أصحاب وكذا. في كتير ما بيقعدوا مع بعض، بتكون رمضان مناسب كبيرة إنه يقعدوا مع بعض، بس ما بيشوفوا بعض كتير. التجمع الأسري. التجمع الأسري، آه. وخاصة يعني وقت الإفطار ده مهم، الأسرة كلها بتقعد، أيوه هذا مهم جدا. تمام. يعني ما فبيبقى فيش في اختلاف جامد. لا احنا لا لا. معظمنا برضو بيتجمع في رمضان. بيكون في يوم للأصحاب، يوم للأقارب. هناك برضو نفس الكلام. نفس الطريقة، نفس الطريقة. ما هو رمضان يعني للأسرة، مم. الناس بتود بعضها، أيوه. عرفت كيف؟ فالحمد لله. هنا أنا كمان شفت يعني هنا بمصر بتمتاز شوي عن لبنان، في أماكن دينية كتير تاريخية. تاريخية تمام. تاريخيا ايه أكتر حاجة عجبتك هنا في مصر؟ والله أنا عجبتني مصر كلها حلوة. طبعا شارع المعز. شارع المعز، الآثار الإسلامية اللي فيه تحفة. بعدين سيدنا الحسين، السيدة زينب، السيدة زينب. طبعا هدول زرتهم. رحتوا الخيم رحت الرمضانية؟ لا خيام رمضانية لا ما رحت، بس بحب اتمشى بشارع الأجواء. المعز. بتحب الأجواء بتاعت شارع المعز؟ الناس قاعدة وبتتصور والتحف المعمارية الإسلامية، إن كانت فاطمية أو مملوكية، يعني بيبقى منظر كتير حلو، روحاني كده، بتحسي روحانية روحاني. كبيرة. طب أكتر حاجة بتعجبك هنا في مصر إيه بقى؟ الشعب طيب حلو، الحمد لله. يعني بتقدر ما يختلفش عن شعب لبنان. بتقدر بتعيشي معه، غير شعوب تانية. تانية. مثلا احنا جربنا، مش حنسمي. أيوه أنا عارفة. لا هنا شعب ودود، وبتحسي لما تقعدي معه انت بتعرفيه من زمان، مم. يعني في ألفي. أيوه في ألفة. ما في يعني شعب راقي هادي طيب. بحب الناس. احنا شعب طيب. في طيبة طبعا، في طيبة. تحس ان انت بلدك. طبعا بمعاملة الناس بتحس ببلدي. انت بتحس بغربة لما الناس يكون اللي بتعاملك حواليا وحش. بيعاملوني وحش ومش الناس متعودة بتعاملك عليهم ومتضايقة منهم، صح. فأكيد مش هحس بحاجات بيعاملوك كتير يعني هنا ما فيش انت لبناني، انت سوري، انت اردني، انت كذا. ما بنفرقش، ما كلنا واحد هنا. ايوه هنا ما بيبصوش للنقطة هي الحقيقة يعني. ما انت موجود عنا اخونا، خلاص خلصت. تمام. لا هي بيمتاز الشعب المصري من الناحية هي الحقيقة. وانت منور مصر يا عم محمد، حبيبي وانت قلبي. شخصية جميلة انت اللي منوراني بجد والله. شخص من احسن الشخصيات اللي قابلتهم تسلم يا حبيبي. في حياتي. بحبه جدا وبعتبره زي بابا بالظبط. الله يخليك. وانتوا بناتي، انتوا واختي. الله يخليك والله يا عم محمد. انا عارفه قرايبنا قرايب مع بعض ومتلمين النهارده بقى في يوم واحد. ايوه. التجمع الرمضاني بقى الناس التجمع كلها العائلي. بتعمله في رمضان عندنا هنا في مصر. وده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، ويا رب يكون عجبكم. انا مقرب بعيد، انا نايم. براحتك خالص. واشوفكم في فيديو جديد مع ناس جديده حلوه زي عمو محمد. تسلمي، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا عمو محمد. يلا باي باي. باي باي، مع السلامه.